وانا اقول الشباب الزملكاوي بيعترضني ليه على بوستاتي على الفيسبوك؟ اتاري عفت نصار الكابتن الزملكاوي بتاعهم بيقول ان بطولة كاس العالم بطولة وهمية ومش رسمية، وبيقول ان الرسمية اتجوزت خلاص. تعال نسمع كده هو بيقول ايه وبعدين نرجع نرد عليه رد ناري. اسمع كده. بيبقى فيها تركيز قوي جدا، انما عشان دي بطولة ترويحية برضه نفس الكلام بقوله تاني. واللي حصل بعد ماتش اتحاد جده ده يقول لك دي بطوله ترويحيه. انا بقول لك ما هو البطوله الترويحيه ما كانش الجمهور فيها. اللي حصل بعد ماتش اتحاد جده ان انت تفك بالشكل هي لو ترويحيه بطل اوروبا وفرقه زي بحجم مانشستر سيتي ما تجيش يا كابتن بطوله هي مش بطوله رسميه. ايوه طب ما هو ما يجيش بقى لو زي ما حضرتك بيجي يعمل جاي يهزر، يعني جوارديولا جاي يهزر يا كابتن. بص اسمع البطوله السوبر الافريقي اللي اتعملت دي، الدوري السوبر الافريقي، الدوري بتاع الصن داونز ده معتمد. انا بتكلم كاس العالم. احنا اتكلمنا عن كاس العالم للانديه. ايوه نفس الكلام الكلام يا كابتن يا حبيبي. دي حاجات اعلاميه بيدخل منها دخل للاتحاد الدولي وللانديه. يعني مش بطوله يعني يا كابتن. لا مش طبعا. انت ما شفتش يا كابتن الكباتن الكبار يا كابتن في الاعلام الرياضي المصري عملوا ايه بعد ماتش اتحاد جده؟ طب ما ايوه، ما هو دولت حاجه والحقيقه حاجه ثانيه خالص. يعني هم بيتكلموا عن بطوله وهميه يعني؟ ايوه بطوله وهميه. ولا هم بيدغدغوا مشاعر جماهير الاهلي؟ بص ما انا عايز افهم يعني انت ازاي شايف يا كابتن المكسب ده عادي؟ دايما عشان الاهلي فيها. لو كان بالنسبه للكابتن عفت اي فرقه ثانيه كانت هتبقى اقوى بطوله يا حبيبي بطوله في الدنيا. والله ابدا والله انا بكلمك كلام حقيقي وانا بكلمك عن عندي. بطوله رسميه. رسميه ايه بس؟ رسميه دي جوزت، مفيش حاجه اسمها رسميه. عارف يا كابتن ماشي يا كابتن. رسميه ايه بس؟ لو هنقلش انا ملك القلش. انا بكلمك يا كابتن بكل احترام. مش انت من شويه بتقول لي بلاش انت من شويه بتقول لي دي بطوله رسميه وبطوله محترمه والناس كلها بتروح، بدليل ان جوارديولا والسيتي اعظم فرقه في العالم بتروح تلعب في البطوله دي. حبيبي وريال مدريد ممكن يلعب، وريال مدريد فيها ومانشستر فيها. يا حبيبي دي بطوله يا كابتن اينو، بطوله اسمها بطوله ترويحيه. يعني هي اسمها كده؟ ايوه هي اسمها كده. طب هات لي بعد اذنك اي حد بيقول اللي هي ترويحيه. لو انت بتقول هي فعلا اكتب عندك كده كابتن. هينفع كابتن بطوله كابتن ترويحيه؟ مش عارف. يحضرها انفانتينو يعني بطوله واساطير العالم. السوبر الافريقي مين اللي حضر فيه؟ يا كابتن السوبر الافريقي مين اللي حضر فيه؟ يعني ايه انفانتينو؟ ايوه بطوله رسميه؟ لا مش رسميه. طيب ما هي انا بتكلم على كده، بتكلم ان دي بطل امريكا دي بتدخل يعني كسب مين؟ اسمع مش كسب بوكا جونيورز؟ حلو. يعني مش فلومينينزي ده مش كسب بوكا جونيورز؟ حلو ماشي. يعني بطل. يعني دلوقتي لو فلومينسي كسب السيتي بطل العالم. بطل البطوله دي. بطل العالم. دي بطوله ترفيهيه كده. لا يا كابتن دي بطوله قارات والله يا جماعه. دي بطوله قارات يعني بطل قاره افريقيا. حاجه مش يعني مثلا لو اوراوا كسب البطوله يا كابتن يبقى كسب البطوله. انما انا متفق معاك في ايه؟ انا عشان بس انا هقول لك حاجه. دي كاس عالم مصغر. دي حاجه في ايه؟ لا يا حبيبي كاس عالم مصغر. لا هو لا يرقل حاجه مصغره. مفيش حاجه كده خالص من الاتحاد الدولي. لا انا ماشي. انا يا جماعه عشان بس نفرق برضه، عشان برضه انا بقول برضه هي بطوله وانا اقول الكلام ده. هي بطوله. ايوه يعني دلوقتي مثلا يعني الاهلي دلوقتي مثلا يعني هو كاس الرابطه سيراميكا بقى ما تحتفلش لما خدت كاس الرابطه؟ دي كاس الرابطه ما يحتفلوش يعني دلوقتي ما راحش بناء على اساسها دلوقتي الامارات ويلعب في البطوله بصفته كاس رابطه. احنا بقى انت ما تجيبش. طب الصحاب كفايه الكلام اللي قاله عفت نصار مع احمد جمال وان هم بيحاولوا يقللوا من بطوله كاس العالم. ومن وجهه نظري وهقول لك كلمتين والخلاصه بتوع الفيديو ده والخلاصه ضد الاستاذ احمد او الاستاذ عفت نصار، الاتنين على صياغ واحد. رغم ان احمد جمال بيحاول يطلع منه المعلومه اللي هي تقدر تجيب ترويج للبرنامج او تقدر تخلي البرنامج رائج عشان خاطر نطلع نتكلم عليه ويبقى هما الرايجين. بص يا جماعه، بطوله كاس العالم هي بطوله يعتبر اسمها كاس العالم للقارات. كأس العالم للقارات. لو فاكرين البطولة اللي اتعملت 2009 وكان موجود فيها منتخب مصر لما لعبنا البرازيل وخدنا 4-3 وكنا عاملين مباراة جامدة جدا والاخر لحظة يعني جه ضربة جزاء وتعادلنا فيها. المهم ان ديت بطولة شبيهة للبطولة دي، شبيهة ان انت المفروض ان هي يكون اسمها كاس العالم للقارات. مش معنى فعلا ان هو واحد خد كاس العالم يعني فريق لو كسب السيتي وخد كاس العالم يبقى هو بطل العالم. لا حرفيا انا مقتنعش برضك بالحتة ديت، لان المفروض ان هي هتكون كاس عالم، هتبقى البطولة بقى اللي هي في 2025 هو ده كاس العالم. اللي ياخد البطولة دي يبقى هو ده بطل العالم فعلا حرفيا، عشان بس محدش يبغى عليك بالكلام ويديك معلومات خطأ. قصة بقى ان عفت نصار بيقلل من البطولة ومشاركة النادي الاهلي في البطولة. النادي الاهلي طبعا بيعمل انجازات دايما في البطولة، بياخد برونزية كاس العالم للاندية. معنى كده ان هو الثالث على العالم؟ لا، من وجهة نظري هو مش الثالث على العالم، هو الثالث على البطولة دي اللي هي اسمها كاس العالم للاندية. فتعالى بس عشان عايز اقول لك حاجة واحدة بس يا استاذ عفت،
البطولة دي بياخدوا عليها جوائز وبياخدوا عليها، يعني الأول بياخد 6 مليون دولار، التاني بياخد حوالي 4.5 أو 5 مليون دولار، التالت هياخد 3 أو 3.5 مليون دولار في الحدود دي. يعني فيها فلوس، يعني فيها جوائز. مفيش حد هيروح يشارك في بطولة كده هباء. السيتي مش هيروح يشارك في البطولة كده هباء. ناس كتيرة جدا بتحاول تقلل من انجازات النادي الاهلي. النادي الاهلي خسر المباراه والحظ موافقناش ان احنا نروح النهائي ونلاعب السيتي، لكن ان شاء الله في الايام اللي جايه او في البطوله اللي جايه باذن الله، رغم ان هو هيكون صعب جدا الوصول لنهائي كأس العالم للأندية، وده بقى البطولة اللي هتكون الأقوى من وجهة نظري. وفي بطولة تانية هتتعمل ما بين السنة اللي هي يعني السنة الجاية، هيبقى في بطولة تانية رغم ان هي هتكون يعني بطولة مش كويسة جدا ومش منصفة لافريقيا واسيا والقارات الاخرى، لان بطل اوروبا هو اللي هيلعب على طول. يعني نفس الحكاية، هي هتكون نفس الحكاية. شكرا لكل الناس، حبيت اوضح المعلومة دي للناس. حبايب قلبي ما تنساش اللايك والاشتراك معنا في القناة.